السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وياريت تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة لو مكنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصلكم كل فيديو جديد. فيديو النهاردة مبهج كده وحلو، اكيد طبعا اكيد انتوا عرفتوا من العنوان. فيديو النهاردة اللبس الخريفي بتاع كوكي او او اللبس ايه حاجات هي تتلبس خريفي وتتلبس شتوي، بس هو خريفي. لبس الخريفي بتاع كوكي هوريهولكم، وكمان كام حاجة كده في تصفيات الصيفي هوريها لكم برضو، واتمنى ان هي تعجبكم، ويا ريت تقولوا لي ذوقي عجبكم في الكومنتات ولا لا، وما تنسوش تدوسوا اللايك عشان خاطر كوكي. نمشي بقى الصوت. اول حاجه كده معانا هي البيجامه دي، بصوا هي كده، هي بالشكل ده، هي عليها العروسه دي كده، هي بالشكل دي على عروسه البحر كده. هي لونها لافندر، انا جبت لها اللافندر عشان خاطر هي تقريبا ما عندهاش حاجه لافندر خالص خريفي غير سلوبيتا واحده وصيفي وخلاص، صغرت عليها السنه دي ما عادتش هتلبسها. تمام، وده البنطلون بتاعها، هو بالمنظر ده كده، بالمنظر ده منقوش من تحت كده الاتنين الرجلين هي البيجامه دي كده، البيجامه دي كانت عامله 200 جنيه. تمام، هي اهي، وكمها باسوره من هنا وبكرانيش من هنا من على الكتف. تمام، خلينا بس كده نحطه جنبنا هنا. الحاجات هي دي الحاجه الوحيده اللي انا جبتها على البيجامه دي، كانت عامله 200. اللي فاتت دي الوحيده اللي جبتها فرداني كده، من ماركه واحده الحاجات التانية من جايباها من ماركه جونيور. تمام، في اللي هو دي الترنج ده بالمنظر ده كده. تمام، هو كده هو بالمنظر ده، ومن هنا بالاسوره بتاعته صوره كده، وهنا برضو على الكم، وبرضو الكرانيش من هنا. هو اغلبيه الحاجات بتاعه الخريف بيبقى فيها كرانيش من هنا، هو ده معظم الستايل بتاعها، هو ده الستايل اللي انا لقيته السنه اللي فاتت وانا بشتري لها، والسنه دي برضو. الحاجات دي كانت من ماركه جونيور زي ما انتوا شايفين كده، وبكباسين من ورا، هي اهي مش عارفه هي كده اهي باينه لكم كده. والبنطلون بتاعها اسود مفيهوش اي حاجه خالص، البنطلون بتاعها اسود مفيهوش بس غير خط كده من الجنب لونه بينك وباسوره من تحت، مش عارفه واضحه لكم ولا ايه. تمام، الطقم التاني هو محطوط على الشماعه بتاعته، هو كده بالمنظر ده، انا هحطه كده ممكن تشوفوه اكتر. بصوا هو بالمنظر ده كده، هو من هنا بكراني، هو الاولا هو من هنا بكباسين كده بالمنظر ده. تمام، ومن هنا بالمنظر ده كده، من هنا بالدانتيل الكورنيش ده من هنا كده وكبسونه، ومن هنا باستك، الكم بتاعه باستك، ومن هنا عليه الرسمه دي كده. ده تاني طقم معانا والبنطلون بتاعه نفس القماشه بتاعت الكرنيشه دي، هو مفيهوش اي حاجه خالص، بنطلون عادي اهي.
تمام. برضو دي كانت من ماركة جونيور. تاني حاجة معانا هو الترنج ده. الترنج ده عاجبني جدا، هم كلهم حلوين وعاجبين، بس الترنج ده عاجبني قوي. هو بالمنظر ده من هنا كده، بصوا هو لونه زي سمني كده، يعني ايه، يعني بيج بس فاتح خالص، اللي هو اللون الفاتح خالص ده. تمام. خليني بس اخليكم دي من جوه. هو من هنا كده وعليه رسمة بسيطة خالص من هنا، وبرضو نفس فكرة الكرانيش. تمام. وبالصورة من هنا كده، وبالصورة من دي كده، من الكم يعني. تمام. وده البنطلون بتاعه، ده البنطلون بتاعه يعني هو مشجر كده في الوان كتير. هي بقى عندها توكة صفرة وعندها توكة خضرة، كنت جايبهم لها في توك العيد بس السنة دي توك العيد الصغير اللي فات يعني، كنت طالبهم لها من شيئين. انتوا رأيكم البست على اي توكة؟ حاسة ان الخضرة هتكون احلى وهتنطق الطقم. هي ملبستهمش لسه بس. وده البنطلون بتاعها. تمام. وهي اهي، وبرضه نفس فكرة الكباسين اللي في الظهر. الطقم الخامس هو ده، هو كده مفيهوش حاجة، هو بلوزته منقوشة كده، لونها جميل جدا. ومن هنا برضو الكباسيه من على الجنب اهي، وعليه البيدج ده بسيط قوي وحلو. هي كده هي بيضة وفيها زهرة كده ايه، من ان هي تكون واضحة يعني. وده البنطلون بتاعها، لونه اصفر ليموني كده فاتح. هو من هنا بس معلوش اي حاجة غير من هنا الرسمة البسيطة دي، والاستيك بتاعه حلو جدا. وبرده ده برده كان من جونيور. تمام. حاجة جونيور دي بقى كلها الطقم منهم عامل 170 جنيه. تمام. الحاجات حلوة وجميلة قوي، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات. هي دي البيجامات بس اللي انا جبتها لها في الخريف، للخريف ده وبصراحة وللربيع كمان اللي جاي. وهي كان عندها 3 بتوع السنة الربيع اللي فات ده، فدول هيبقوا حلوين قوي وهتلبسهم كمان اول الشتاء مع طقم دفاية تحته، فهيقعدوا معاه شوية حلوين يعني. تمام. دي الحاجات اللي انا جبتها لها. الحاجات بقى اللي انا جبتها من تصفيات الصيف هو حاجتين كنت شارياهم. هو الفستان ده، دي صورته، انا هوريكم صورته. تمام اهو. هو لونه كده بيبي بلو، مش منت جرين، اللون اللي على اللون اللي على هو من هنا برقبة كده اهو. اتمنى انه يكون واضح. ايوه واضح اهو. وبأستيك من هنا. هو فستان بيتي بس هو بصراحة يعني ينفع للخروج. انا الحاجات اللي زي دي بصراحة بجيبها وبطلعها بيها لو راح اجيب طلبات البيت، رايحين عند جدتها، وهو كلوش والكلوش بتاعه واسع يعني، مش اللي هو كلوش بسيط. فهو خامته حلوة جدا، وهو كبسولة من ورا من هنا بس كده. تمام. ده كنت جايبه لها وما لبستوش، كان كبير عليها يعني، فقلت هعينه الصيف اللي جاي. تمام. وكمان في الطقم ده برضو كان عجبني وجبته بس مش اللون ده. تمام. الطقم ده كده هو جابني بصراحة، انا كنت طالباه وما كانش فيه غير اللون ده، والست جابتهولي يعني. تمام اهو. هو اهو كرانيش من هنا، وهو حلو جدا ولونه حلو. هو وردة من هنا كده يعني، ممكن اشيل ديت بس ايه يعني حلوة.
تمام. والجيب هو جيبه، الجيب بتاعته اهي. حلو برضو. انا كنت حابه اللافندر بس ما كانش موجود، والست جابت لي اللون ده فما عرفتش ارجعه. ودي التوكه بتاعته، بس انا ممكن ما البسلهاش التوكه دي، البسها توكه تانية خالص. تمام. الحاجتين اللي انا جبتهم عمتها بقى كانت جايبه لها الطقم ده الصيف ده ان هي تلبسه، بس طلع كبير جدا على كوكي يعني. انا هوريهولكم. هو برضه طقم حلو كده خفيف. دي البلوزه بتاعته، هو اصفر كده وهي جايبه لها التوكه دي. انا هنا لما كيان بالنسبه لي الطقم بالتوكه بتاعته، الطقم بتاعها لازم يكون معاه توكه، بيجامه، فستان، خروج، بيتي، ايا كان. فالكل متعود عليها هنا كده، عشان كده هي جابت التوكه بتاعتها معاها. هي دي التوكه بتاعته ودي البلوزه. هو حلو جدا بس للاسف كوكي ما هو من هنا اهو، يعني بصوا من هنا هو شبك كده وعليه الجيب ده. هي البلوزه زي حاجه ايه، اوفر سايز كده. تمام، يعني هي بصوا من هنا عامله ازاي، اللي هو مفيش، فاللي هي اوفر سايز كده فايه، فهو كان كبير عليها. حتى الشورت بتاعه كان كبير عليها، وده الشورت بتاعه. شورت هو الجينز بتاعه ناعم، مش جينز واقف. ايوه يعني زي ايه، قماشه شكل الجينز كده، مش يعني الجينز بتاعه ناعم جدا. انا مش عارفه هي الكاميرا بتقلب كده ليه. هو الطقم ده كانت عمتها جايباه لها تلبسه الصيف ده، بس ايه طلع كبير عليها، لان انا كان بنتي لحد الان بتلبس في اللبس الداخلي اللي انا كنت جايباه لها وهي مولوده، لان هي ضعيفه جدا جدا، هي عندها سنه ونص وضعيفه قوي 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 كمان يعني. فاتمنى بقى ان الحاجه تكون عجبتكم، ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. مع الف سلامه.